السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه اودي بيل. التطبيق ده مساحته 55 ميجا، محمله اكتر من 100 مليون شخص. التطبيق ده عبارة عن تطبيق خاص بالكتب. لو انت بتحب القراية، بتحب انواع معينة من القراية، القصص القصيرة، الكتب الخيال العلمي، كتب الاطفال، اي حاجه من الكتب دي، وما عندكش وقت ان انت تقرا فيها، فالتطبيق ده سهل عليك الموضوع ده. خلالك الكتب بتجيلك بصوت مسجل، تقدر ان انت تستمعها فقط لا غير. بمجرد ان انت بتحمل التطبيق بتقدر ان انت تشغل الكتب اللي انت عايزها وتسمعها في اي وقت انت عايزه، في وقت بقى مثلا انت سايق فيه العربية بتاعتك، مسافر فيه، في الجيم بتلعب رياضة، في وقت حتى لو في وقت الشغل مثلا. ممكن تقدر ان انت تسمع الكتب اللي انت بتحبها او الكتب المفضلة بالنسبة لك في الوقت اللي انت عايزه وفي المكان اللي انت عايزه. بتقدر تستمتع بالكتب من خلال انواع كتيره من انواع الكتب الموجوده على التطبيق ده. كتب الخيال العلمي، كتب القصص القصيره او القصص القصيره، كتب الخيال، كتب الجريمه، كتب الصحه، كتب التعليم، كتب الاطفال، كتب تعلم اللغات. كل الحاجات دي موجوده واكتر على التطبيق. مشكله التطبيق ده ان هو كله باللغه الانجليزيه، مفهوش لغة عربية. بالإضافة لأن التطبيق بيطلب منك اشتراك، بالإضافة كمان إنك بعد ما بتشترك وبتدفع الاشتراك للتطبيق، لا، في حالة إن أنت بتعوز إن أنت تلغي الاشتراك بتلاقي الموضوع معاك صعب شوية. يعني بتلاقي ممكن مثلا تلغي التطبيق وتشيله من عندك خالص، وتلاقي من كل شهر التطبيق بيجيب لك فاتورة إن التطبيق لغى، خصم مبلغ من الحساب بتاعك. دي حاجة حبيت انوه الناس ليها، علشان لو حملت التطبيق واشتركت تعرف ان الاشتراك، ان انت لما تيجي تلغي الاشتراك هتلاقي الموضوع صعب معاك، مش هتلاقيه سهل. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.